السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عندنا النهاردة وصفة حلوة جدا، ازاي نخزن البطاطس الصغننة كده الحلوة ديت الجميلة ديت الرخيصة في السوق لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنفرز ان شاء الله كده اول حاجة اللي معانا كده لرمضان. البطاطس رخيصة في السوق دلوقتي، ومش هتبقى موجودة تاني، خلاص هتبقى موجودة البطاطس اللي هي التلاجات. فالحقي بسرعة هاتيها وخزنيها قبل ما يفوت الأوان. البطاطس الصغننة ب10 جنيه والكبيرة ب13 وب14، وفي ناس بتبيعها كمان ب15. جبنا البطاطس. كملي معايا الوصفة وإن شاء الله الوصفة بإذن الله هتنفعك بإذن الله. ولو عجبك الفيديو بتاعي اعملي لايك واشتراك في القناة وتكوني انضميتي لعيلتنا الجميلة. معايا بطاطس، طبعا أنا جايباها بقى ايه، منها صغير ومنها كبير كده. في صغنن خالص وفي ايه وسط. مسكتها غسلتها غسلة حلوة ونزلت منها التراب بتاعها وفرستها، شلت الصغنن لوحده وشلت ايه الكبير لوحده. مسكتها طبعا قشرتها تقشيرة كويسة كده. تمام. ومحضرة مية معايا على جنب، وكلنا ستات شاطرة بنعرف نقور البطاطس. بس حبيت ايه اشارككم الفيديو من اوله لاخره. كملي معايا الوصفة عشان اقولك حطينا ايه في المكون بتاعنا اللي هيخليه معانا محتفظ كده، آه، بشكل البطاطساية ومتسودش معايا وتطلع معايا مش مهرية ومش سودة زي ما بيقولوا، يعني فاهماني. بس كده مسكنا بقى البطاطساية كده قورناها تقوية كويسة. وما تحاوليش تاخدي لحم كتير من البطاطساية كده من جوه. يا دوبك بس تاخد على قد معلقة كده من اللحمة المفرومة، مش عايزين ناخد كتير قوي. هنا البطاطساية معايا طبعا، باخد حتة كده صغننة خالص بالسكينة عشان اعرف اقورها. وبعد كده بقى معايا المقورة ببتدي ان انا اشيل اللحم بتاعها من جوه. اوعي ترمي اللي انت بتطلعيه، لحمة البطاطس اللي انت بتطلعيها دي اوعي ترميها. ممكن تخزنيها وممكن تحتفظي بيها طبعا لأي وصفة تانية. عندك لحمة مفرومة عايزة تعملي كفتة، عندنا وصفات كتيرة جدا للحمة المفرومة اللي هي بالبطاطس. وكمان عندنا وصفات كتيرة على القناة البانيه بالبطاطس. ممكن تستخدمي الوصفة ديت في ممكن تستخدمي البطاطس اللي احنا طلعناها ديت في الكفتة أو البانيه. هنا كنت خلاص قطعت قورت بقى كل البطاطس اللي عندي ونقعها في مية عشان ما تسودش. تمام. وهشيل الحشوة ديت على جنب. قصدي هشيل القلب اللي احنا طلعناه دوت، هشيله كده ايه على جنب. هقولك هنعمل بيه ايه. هنا كان محضرة مية على النار. المية طبعا بتسخن. عقبال طبعا ما قورت ايه، ما قورت البطاطس. انا بقول لكم ان دوت عايزين تحتفظوا بيه براحتكم احتفظوا بيه، مش عايزين تحتفظوا بيه اركنوه على جنب براحتكم. هاخد بقى البطاطس ومعايا حله فيها ميه. الميه سخنه دي هحط فيها ايه المكون بتاعنا، سكر. ايوه سكر دوت هو دوت اللي هيخلي معانا ماده الحفظ عندنا، هي اللي هتعيش معانا الفتره الطويله ديت. وكمان معايا معلقه من الملح. وكمان معانا معلقه صغيره من الخل، او بديل الخل نص ليمونه. يبقى انا حطيت سكر وملح وخل او نص ليمونه بس كده في الميه ديت، مفيش اكتر ولا اقل من كده. الميه بتبتدي اللي خلاص بتغلي معايا. نزلت بالبطاطس لمده دقيقتين. يعني امسكي ساعتك كده بالظبط وعدي كده على ايدك دقيقتين بالظبط، وابتدي اللي انتي انشلي البطاطس على طول، مش عايزاها تغلي، انا عايزاها بس لمده دقيقتين. هي ديت الطريقة المظبوطة لتخزين البطاطس اللي هي المقورة الصغننة اللي احنا ان شاء الله هنحشيها لحمة مفرومة. طريقة سهلة جدا جدا وما اخدتش في ايدينا وقت خالص. الوقت اللي اتاخد في ايدينا وقت التقوير ووقت الغسيل ووقت ايه اللي احنا قشرناه والكلام دوت. بس كده. موضوع سهل جدا جدا جدا. بدأت بعد دقيقتين بالظبط، بدأت اللي انا شلتها على طول. مش عايزاها تستوي، انا عايزاها تكمل تسويتها في الفريزر وتكمل كمان تسويتها لما اجي طبعا ان شاء الله اطبخها على خير. هنا نزلت بالبطاطس الصغننه لغايه طبعا دقيقتين برضو وانشيلها على طول. محضره ميه ساقعه متلجه، ونزلت بيها على طول عشان اوقف التسويه بتاعه البطاطس. خطوه مهمه جدا لازم تعمليها، توقفي التسويه على طول. طبعا كبيتها وحطيت ميه تانية لغايه ما الميه الساقعه ما كانتش متلجه قوي، كانت مشبره ساقعه بس ما كانتش متلجه قوي.
خلاص كده انا كده وصفتي جاهزة وسهلة جدا جدا جدا. هنا بقى القلب اللي احنا شلناه من البطاطس او لحم البطاطس نزلت فيه المية ونشلتها على طول، يعني برضو سبتها دقيقتين كده ونشلتها على طول. عملت كده ليه؟ عشان برضو مش عايزاها تسود معايا، فعملت بنفس الطريقة كده. لو حابة اللي انتي تخزنيها بنفس الطريقة ممكن تطلعيها تستخدميها برضو من تحت الصينية كده، لما بتيجي تطبخي البطاطس بتحطيها من تحت. هنا كانت عندي خلاص البطاطس خلاص بردت، لازم اتأكد ان هي بردت قبل ما اعبيها. ومعايا اطباق فل، مش حابة ان انا احط في علب بلاستيك بصراحة عشان ما تتحطش فوق بعض ويبقى شكلها مش حلو. وبدات ان انا ارصها كده، انا ومالك. مالك قال لي انا هرص معاكي، قلت له اتفضل يا استاذ مالك رص معايا. بدات ان انا رصيتها رصه طبعا يعني شكلها حلو كده. وبس كده الموضوع سهل جدا جدا. بص شكلها حلو ازاي، مش مستويه خالص ومش مهريه. هتكمل بقى زي ما اتفقنا، هتكمل سواها في الفريزر، وكمان هتكمل سواها لما ان شاء الله اطبخها على خير باذن الله. عملت كل الكمية عندي بنفس الطريقة. ولو عندك استرتش راب تمام، عندك اكياس بلاستيك مفيش مشكلة، اللي عندك المتوفر استخدميه ست الكل. انزلي بقى حالا اعملي لايك بسرعة، عقبال بقى ايه ملف ايه البطاطس بالاسترتش كده تكوني عملتي لايك وعملتي اشتراك. هتلاقي على الشمال مكتوبة باللون الاحمر اتكي عليها واختاري الكل، وتكوني انضميتي لعيلتنا الجميلة ان شاء الله. تكوني كده كبرتي قناتي شوية يعني، وزي ما انا فدتكم انتوا كمان فيدوني بلايك منك وكلمة اشتراك اتك عليها. خلاص انا كده هعمل كل كمية عندي بنفس الطريقة. مش حابة تحتفظي بالحشوة اللي انتي بالقلب اللي انتي او بالتقوية اللي احنا قورناها بتاعة البطاطس، ارميها براحتك. بس احنا عاملين كذا وصفة على القناة بالبطاطس، ممكن تاخديها تهرسيها مع البانيه، ممكن تهرسيها مع اللحمة المفرومة، وعملنا وصفات حلوة جدا بالبطاطس. هنا خلاص الوصفة بتاعتي خلصت. خزني بقى على خير واعملي كمية كبيرة. انا كنت عاملة كمية كده عشان اصور معاكم، بس انا عاملة كمية اكتر من كده تبقى سهلة معانا في رمضان ان شاء الله نستخدمها على خير. كل سنة وانتم طيبين مقدما. هسيبكم في رعاية الله ومع السلامة.